السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، إحنا علينا التوبة والرجوع إلى الله كما يريد الله جل في علاه، وليس كما نفعل. والنصر والتمكين عطاء من عند الله لمن يمتثل لأوامر الله. رسالتي أولا لك أيها المصلي الذي تحسب إنك تحسن صنعا. نعم، أولا المصلي الذي صلى وصام وزكى وحج وذكر الله كثيرا، رسالتي لك عليك أن تنتهي وتعبد الله كما يريد الله. إذا كان في عندك غيبة ونميمة فأنت ساقط عند الله، إذا كان عندك أكل ربا فأنت ساقط عند الله، وإذا كان عندك قطيعة أرحام فأنت ساقط عند الله، وإذا كان عندك تأخير للصلوات عمدا فأنت ساقط عند الله، وإذا كان عندك ظلم وأكل حقوق فأنت ساقط عند الله. نعم أخي الكريم، إذا أنت كنت تنبطح تحت شهوتك فأنت ساقط عند الله. إذا كان فيك من الرياء والنفاق والأنا الكبيرة هذه فأنت ساقط عند الله. هذا سيدنا يونس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أذنب ذنب واحد، أمره الله أن يدعو قومه فيأس منهم بعد أن دعاهم سنين طويلة، فأدار ظهره وتركهم دون إذن من الله. فما كان من الله إلا أن جعل الحوت يلتقمه على ذنب واحد. يقال أنه لبث في بطن الحوت 40 يوما، وكان في التسبيح بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على ذنب. من تحسب نفسك إذا أردت النصر والتمكين والعزة والكرامة وخروج من هذا الذل والتيه الذي فيه هذه الأمة. هذه أمة في ذيل الأمم وأنت السبب، لأنه أنت قدوة المجتمع أيها المصلي. إذا كان في عندك من الغيبة ما عندك، ومن الربا ما عندك، ومن التدخين ما عندك، ومن التدليس ما عندك، ومن الغش ما عندك، فأنت سبب العقاب الرباني الجماعي لهذه الأمة. نعم، إذا لم تكن أنت مراية يرى الناس فيك الإسلام، إن لم تكن مرآة لدين الله فاعلم إنك أكبر سبب للذي نحن فيه. يلا نغير، يلا نتوب، نترك الربا، نترك الإباحيات، نترك الغيبة والنميمة والرقص، نترك الأعراس هذه التي تغضب الله. نعم، نترك كل شيء يغضب الله ونعبد الله كما يريد، ولا تطبطب لأحد. إذا كان هو من المصلين لا تطبطب له وتظن إنه على خير. لا نزكي أحد. قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. قال لا خير فيها، فهي في النار، هي بتصلي وبتقوم الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ انتبه يا مصلي، الكلام لك، لأنك أنت قدوة المجتمع. بظن الناس إنك أنت، نحن على بلاء، إحنا في بلاء، ولكننا الحقيقة إننا في ذنوب، نتقلب بين الذنوب، والله يعاقبنا على هذه الذنوب، يسلط علينا الأعداء بهذه الذنوب، يسلط علينا الأمراض والأسحار والهموم والديون والأمراض والأسحار، وما ترك الله جل في علاه من تسليط علينا بسبب ذنوبنا إلا وسلطه علينا. فنحن أمة لا نقوى إلا بالله، لا نستقوي إلا بالله، نحن نختلف عن الجميع. فهذا المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى، لكنه أي واحد من المصلين تخوض فيه بحديث ويبدأ يتكلم عن فلان، هذا مغتاب، سقط وسقطت صلاته معه. نعم، إنها تؤذي جيرانهم في لسانها. قال صلى وصام وحج وزكى، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا تفنى حسناته يوم القيامة فيكبه الله في النار. وذاك المرائي الذي دخل في محارم الله انتهكها. نعم، ذنوب الخلوات يقترفها بالليل والنهار، ولكنه ما شاء الله شيخ أمام الناس، مبين عليه ما شاء الله سمات الصلاح. أخي الكريم، لا تعبد الله لأراك،
لا تعبد الله لأراك، لا تريني لحيتك ولا تريني سروالك ولا تريني قميصك الطويل هذا أري الله منك الخير. الله الذي يرى، الله الذي يسمع، الله الذي يعرف ما هي السرائر، الله الذي يرى كل شيء ويعرف ما تكن الصدور. إذا أنا بديش أحبك كمسلم وأنت بدكاش تحبني كمسلم، بدي أحسدك وأحقد عليك وأبغضك، كيف تنهض هذه الأمة؟ كيف ستنهض؟ إذا كان كل همي هو أن أبحث ماذا يوجد في جيبك، أو لا أرضى أن تكون خيرا مني، أو لا أرضى أن يكون الخير يعني يلفك من كل مكان، كيف ستنهض هذه الأمة؟ علينا التوبة ومراقبة النفس. واعلم أخي الكريم، كل تعطيل في حياتك مشكلتك مع الله، مشكلتك مع الله. أصلح ما بينك وبين الله يصلح كل شيء من حولك. سيصلح ديونك، أمراضك، أولادك، زوجتك، المجتمع الذي حولك، سترى خير، سيريك الله خير. والله لئن عبدنا الله كما يريد، وانت يا مصلي أول واحد عليك السهام أنت، نعم أنت اللي عاملينك قدوة وبفكروك أنت ما شاء الله عليك، ونظن إنك تحت البلاء، وأنت ما تركت من الذنوب إلا واقترفتها. اتق الله وكن قدوة حسنة، كن مرآة لدين الله، من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فتوب والزم الاستغفار، لأن الله لا يعذب مستغفر، والاستغفار هو باب رحمة الله الذي يفتح على عباده في أبواب كل الخير، وأبواب كل باب عطلته ذنوبنا. لا تطبطب على ظهر أحد إذا أصابته مصيبة. نعم لازم كل واحد بتصيبه مصيبة يتفقد نفسه، كل واحد منا إذا أصابته مصيبة لربما تكون كفارة صحيح، لكن عليك أن تتعظ من هذه المصيبة، عليك أن تتفقد نفسك مع الله، لربما هي صفعة حتى تصحو من سباتك أو من بعدك من الله. نعم هذه هي الحقيقة التي علينا أن نواجهها اليوم. اجلس مع نفسك وابدأ حاسب نفسك، هل أنا أصلي صلاتي كما يحب الله ويرضى؟ صدقني ليس أنت مطالب بأن تزيد في الطاعات، لكنك أنت مأمور بالانتهاء عن الذنوب. لو صليت الفرائض والسنن الرواتب، نعم، وصمت رمضان وحجيت وزكيت، هذا يكفي إذا أنت انتهيت عن الذنوب، الغيبة والنميمة والربا والإباحيات وقطيعة الأرحام والسب والشتم وأكل الحقوق والظلم والغش. إذا أنت انتهيت يكفيك الفرائض، تكفيك ما فرض الله عليك مع سنة رسول الله، وهذا يكفي. لكنك أنت تغطي على ذنوبك بأنك تصلي ركعتين في جوف الليل، وتصوم اثنين وخميس، وتحفظ لك أو تقرأ لك صفحتين من كتاب الله. لن ينفعك هذا حتى تتوب، عندما تتوب سينفعك كل شيء. لن ينفعك هذا. شوف حال الأمة، دعك مما يقولوا، شوف الحقائق، انظر إلى الحقائق. أمة في ذيل الأمم، الضرب عليها من كل مكان. يا أمة المليارين، الذل والهوان هو لباسنا. بإيش؟ بذنوبك، بذنوبنا، نعم، بتفلتنا. نحن نعرف أوامر الله، أوامر الله نعرفها، لكن لا نعرف من الذي أمر في هذه الأوامر. ما هي حقيقة الإيمان الذي عندنا؟ ما في حقيقة للإيمان. إذا كان أنبياء الله يسألوا عن حقيقة أمور، ربي أرني أنظر إليك. إذا كان سيدنا إبراهيم يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، وأنت ما هي حقيقة إيمانك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد 13 عام حتى عرفوا الله فتفننوا في طاعة الله. وأنت ماذا تعرف عن الله؟ تعرف الصلاة، تعرف الصيام، تعرف الحج، تعرف الزكاة، تعرف، لكنك لا تعرف الله. فأين هي الحقيقة؟ هل تعرف لماذا يعاقبك الله؟ لماذا أنت ممنوع؟ الله وعد وعود. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل تعيشها؟ هل سألت حالك ليش أنا مش عايش في هذه الحياة؟ هذا وعد. من طبطب لك وقال لك أنك تحت البلاء يا مرابي، يا غشاش، يا من تدخن، يا من
تسب وتشتم كما تشاء بدون حساب، بدون رقيب ولا حسيب، تظن أنك لست مراقب. والله قد تدفع ثمن كلمة واحدة تقولها بحق أخوك المسلم لربما 10 سنين من التيه والديون والهموم والكروب وأنت لا تدري لماذا، وتصلي وتزيد وتصلي وتزيد. رسول عليه الصلاة والسلام أمسك عليه لسانه وقال: يا معاذ أمسك عليك هذا. قالوا: يا رسول الله. قال: يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ نعم، هذا الكلام الذي بتتكلمه في مجالسك في كل مكان، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها. بتسب وتتكلم بدون ما تنتبه. قد والله جل في علاه يقول: إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم من سخط الله، يقال 70 خريف في كلمة، وانت تظن ان الامر هين. لا يا اخي، اللسان يعني قد يفرق بين زوجين، قد يفرق بين شريكين، قد يسبب للقتل. نعم، هذا هو اللسان. نعم، اللسان قد يفضح. نعم، اللسان قد يفضح. فإخوتي الكرام، أنت يا مصلي إذا كنت الناس تنظر إليك فدعهم يروا مثال لدين الإسلام، مش للمسلمين. المسلمين سقطوا في ذنوبهم. نعم، المسلمين سقطوا في ذنوبهم، وأنا لا أريد أن أزكي ولا أي واحد، الله يزكي من يشاء، ولن أقول إلا من رحم الله، لأنك ستظن أنت من الذين رحمهم الله. كل واحد بيعرف حاله، إذا أموره مع الله طيب وهو مستجاب الدعاء، مأكله حلال وملبسه حلال ومشربه حلال، ويحب الخير للمسلمين ويدعو للمسلمين ويريد الخير للمسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يشرك بالله بالليل والنهار. من باب بعطيك مثال واحد بسيط: عندما تنسب فضل الله عليك لغير الله فأنت تشرك. عندما تظن إنك خير من الناس، هذه قال إبليس. وعندما تظن إنك تعلمت بقواك الشخصية، فهذه قالها قارون. فانتبه أخي الكريم، لو أن بيتا كاد أن يسرق فنبح الكلب وقلت لو لم ينبح الكلب لسرق البيت، فأنت تشرك بالله. الذي جعل الكلب ينبح هو الله، والذي جاء بك إلى هنا هو الله، والذي أسمعك هذا الكلام هو الله، والذي أراد الله بك خير هو الله، والذي ألهمك الاستغفار، لأن الله لا يعذب مستغفر هو الله. فالزم الاستغفار ولا تقل إلى متى، إلى أن تلقى الله. لا يعذب الله مستغفر، يعذب النبي ويعذب الولي ويعذب الشيخ ويعذب حافظ كتابه، إلا الذي لزم الاستغفار. وعد مش من عنا، لولا أنه كان من المسبحين وكان مستغفر سيدنا يونس للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالاستغفار نجاه والتوحيد نجاه. فما تستغفر وتشرك من باب تظن إن هذه القوى العالمية تحرك شيء. والله إن الله قد سلطها علينا لكثرة ذنوبنا، إن الله سلطها علينا لكثرة ذنوبنا، فنتوب إلى الله وسيكون النصر والتمكين حليفنا. إحنا مأمورين بالتوبة والرجوع والباقي على الله. والله وعدنا كما قال جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله جل في علاه وعدنا إذا إحنا عبدناه كما يريد ليس كما نفعل. وإذا أنت يا شيخ يا متدين يا رايح جاي على المسجد، إذا أنت توقف بالصف وتبغض من حولك فأنت ساقط، وإذا أنت لا تدعو لمن حولك فأنت ساقط أكثر، وإذا أنت في صدرك شيء تريده لنفسك عن الآخرين فأنت ساقط. اعلم الأمة لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم. فإخوتي الكرام، عليك أن تكون إنسان سموح طيب الخلق،
نعم هناك في أخلاق لا نستطيع عليها، لأنه انجبلنا فيها والشيطان قد استحكم منا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نعم البطلة هم السحرة وكل شيء باطل. سورة البقرة عندما ترددها يوميا، مش تحفظها وتحطها بالذاكرة، تقرأها يوميا ستعيدك إلى الفطرة السليمة، إلى حب الخير، إلى المسارعة في الخيرات، إلى الخلق الحسن، إلى أن تحب ما عند الله. نعم، ولا يكون حالك من كان همه الدنيا، سينتقل حالك مع سورة البقرة إلى من كان همه الآخرة، جعل الله غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العلي العظيم أن تتفقد نفسك أخي. هذا كلام للمصلين، وأنت الذي لا تصلي فاتق الله وتب إلى الله واقبل على الله. والأخوات المتبرجات فليتقوا الله، الأخوات المتكشفات مع الطلاء فليتقوا الله. أنتم نصف المجتمع، وكل واحد يحاسب نفسه أيرضى أن يلقى الله بحاله هذا. فاعلم إذا كان في عندك تعطيل أو ديون إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. قال: ما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وصلت؟ تفقد نفسك، عد إلى الله، كن قدوة حسنة في هذا المجتمع، كن لبنة طيبة في الإسلام. نعم، مسلم صالح وليس مسلم عدد، لا تنفع بل بالعكس تضر، وأنت وكأنك من ينخر في هذه سفينة الإسلام. أنت من يخرق الخروق في سفينة الإسلام، في أخلاقك، في تقولك، في كن مرآة أخي الكريم. وإن شاء الله يرحمنا، ولن يتغير الحال أبدا أبدا. إذا أنت تبت فبيغير حالك الله، وإن أنا وياتك تبنا فبيغير أحوالنا، وإن تابت الأمة سيغير أحوالنا ويمكن لنا، والتمكين سيكون في لزوم الاستغفار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وانشروا هذا الكلام، وهذا مهم جدا جدا أن توصلوا لكل من حولكم، إن كان شيخ وإن كان إمام وإن كان شاب وإن كان متعلم وإن كان حافظ كتاب الله، وإن كان إذا لا تعبد الله، إذا لم تعبد الله كما يريد الله وتكون محب لبنة طيبة في هذا المجتمع، تحب الخير للناس وتنشر الخير وتأمر بالمعروف، وقلبك ينبض في الإيمان، وقلبك يعني يتأثر ألم على حال هذه الأمة، وأنت لست السبب، لأنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ابدأ بالتغيير، ابدأ بالتوبة، برجوع صلاتك في وقتك، لسانك اضبطه، جوارحك اضبطها، ستساعدك سورة البقرة على ضبط الجوارح وضبط تفكيرك كله، هذا الذي يأمرك فيه الشيطان بالفحشاء. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.